سلام غالياتي، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحه وعافيه. اليوم ان شاء الله جديد وما جبت لكم حتى وصفه تاع كاطو، انما جبت لكم هذه الوصفه البنينه اللي مستحيل يضرب البرد وما نطيبهاش في الدار باسكو الميسيو يموت عليها. هذه الوصفه هي دولمه السلق. وقبل ما نبداو ما تنساوش تصليوا وتسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. اول حاجه جبت ربطه تاع سلق بعد ما كنت غسلتها مليح وقطعتها كيما راكم تشوفوا، وبيان سور كونوا نشفناها ولا قطرناها من هذاك الماء مليح. من بعد نديروا حوالي مغرفه ولا زوج تاع الزيت في المقله ونحطوا هذاك السلق ونغطيوه باش يذبل لنا. ومن جهة واحدة أخرى كنت جبت حوالي ربع صدر نتاع الدجاج، كنت رحيته فلاشوار كيما راكم تشوفوا، ورايحة نضيف له شوية نتاع توابل. هنايا شوفوا راني رحيته مليح البناتة. توابل اللي زدتهم شوية نتاع ثوم بودرة وشوية نتاع توابل الدجاج وأكيد شوية نتاع كزبر. توابل هنايا حاجه اختياريه ديروا حسب واش تحبوا نتوما. راح نضيف هنايا ايضا شويه ثوم سنينات. انا نحب الثوم صراحه، يعني في الوصفه هذه الثوم يدير لها واحد البنه تسخف البنات. ومن جهه واحده اخرى راح نجيبوا مرميطه تاعنا ولا الحاجه اللي حنطيبوا فيها. درت انايا نص بصله صغيرونه مع نص طماطم، حبه تاع طماطم ثاني صغيرونه، رحيتهم فلاشوار مليح وقليتهم في زوج مغارف نتاع الزيت وزدت لهم شويه تاع طماطم مصبره. البنات انا الطماطم المصبره تاعي نكونجليها. وراح نزيد عليهم شويه توابل، درت شويه توابل تاع الدجاج، درت شويه كزبر وشويه ثوم بودره برك البنات. راح نقليهم مليح كيما راكم تشوفوا على النار هاديه. من بعد رايحه نمرق ونخليه، مش راح نمرق بزاف وانما حنمرق غير شويه برك. واكيد زدت عليهم شويه نتاع حبه زيتون كنت قطعتهم دوائر. هنايا هاوليك السلقه تاعي بعد ما ذبل لي مليح وبرد شويه برك. رايحه نصفيه البنات باش يهبط لي هذاك الماء الزائد تاعو كيما راكم تشوفوا في الصفايه. لازم نصفيوه باش يجيونا لي بول تاع الدجاج والسلق يجيونا متماسكين. شوفوا البنات اني نصفي فيه، ما عبستش عليه بزاف، بس حبت عبست عليه شويه باش يهبط لي هذاك الزائد تاع الماء. اكيد الماء تاع السلق مانيش راح نطيشو، رايحه نلوحو مع هذيك لاصوص. وهنا راح نضيف شويه تاع الملح. البنات ما تكثروش الملح باسكو السلق راح يولي لكم شويه البنات. ورايحه نضيف بيضه، انا البيضه هذه كنت استعملتها كامل، من بعد بقات لي قطره كملتها وضفت هذاك السلق. وهنايا لا شابلور، اكيد ضفت زوج مغارف تاع لا شابلور. ودوك نشوف البنات لا شابلور تاعي راه مخلط شويه من المشري وشويه من نتاع الدار اللي كنت خدمته في الدار. هنايا خلطت كلش مع بعضه ولاحظت انه ما كثرتش الملح، زدت رشه. واكيد راح نضيف شويه تاع لا شابلور باسكو اي مازالت شويه جاريه. شوفوا هنايا راح نخلط كلش مع بعضه مليح البنات. من بعد راح نبدا نشكل فيهم دي بولات هكذا ونحطهم في الفرينه. انا هنايا حطيتهم في الفرينه تاع القمح باسكو ما كانش عندي الفرينه عادي، درتهم في الفرينه تاع القمح. وهنايا اكيد المقله نتاعي راهي تحمى، رايحه نرمد هذوك لي بولات مليح في الفرينه ونلوحهم ديريكت يتقلاو. اكيد انا استعنت بشويه نتاع الزيت. وهذه هي الطريقه السهله الماهله. البنات اللي وصلوا معايا هنايا وما عليا غير نقول لكم ما تنساوش تشاركوا الوصفه مع احبائكم، ما تنساوش تخليوا لي تعليقات جميله كيفكم. وهذه هي البنات رايحه نحط نقليهم كيما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على اللون الذهبي.
هذه الوصفه بزاف سهله مهله وفي وقفه توجديها يا مدام وريحتها تهبل. من يعني واذا كانوا افراد الاسره تاعك ما ياكلوش السلق في هذه الوصفه راح يوليو يحبوه البنات. صدقوني جربوها مش راح تندموا. هنايا بعد ما اختارت لي هذيك لاصوص ومليح ونقصت لي بزاف، بقات غير شويه لحت فيها هذوك لي بولات اللي راكم تشوفوا فيهم ونخليوهم يختاروا شويه. راح تعقد هذيك المرقه يعني ليه مش رايحه تبقى هكذا البنات. دوك تشوفوا وشن هي ما تخليوش بزاف لاصوص، لازم تخليو قسمه يتغمسوا هذوك لي بولات برك وتختار لاصوص باش تحصلوا على صوص خاطره البنات. نورمالمون كون فاهميني. وهنايا هاي ليك وجدت تشوفوا يا البنات واحد الريحه واحد البنه شهيتكم في الجنه. وفي نفس الوقت ما تنساوش باللي هاد الكميه راهي يعني الله يبارك توكل راهي كيما نقولوا تخرج هذو لي بولات. انا قدمتهم اكيد مع المطلوع حامي الله عليه. البنات ما تنساوش تدعموا القناه وتخليوا لي ارائكم في الوصفه وتقولوا لي واش راكم حابين تشوفوا جديد. وما علي غير نقول لكم دمتم سالمين، دمتم في رعايه الله وحفظه.